اهلا بيكم متابعي كرة بوكس، فيديو جديد لقاء يتجدد بحضراتكم. النهاردة معانا معلومة مهمة جدا خاصة بالنادي الاهلي، وليها علاقة بمصطفى العش لاعب الفريق. خليني اكد لكم ان بحسب مراسلنا داخل النادي الاهلي، في معلومة مؤكدة ان الاهلي خلاص ماشي في اجراءات شراء مصطفى العش رسميا من زد. الاهلي استعار مصطفى العش لمدة 6 شهور نهاية اخر الموسم، لكن الاهلي دلوقتي خلاص واخد قراره بان هو هيشتري اللاعب نهائيا وبعقد 5 سنين، بعد زي تريزيجيه 5 سنين. مصطفى العش اهلاوي لمدة 5 سنين، ومش مع نهاية الموسم ما تسمعوا الخبر ده، لا، ده خلال الايام اللي جايه القليله، يعني خلال مثلا ممكن اسبوعين 3 شهر. خلال الفتره ديت هتسمعوا خبر شراء عقد مصطفى العش من زد رسميا لمده 5 سنين. الاهلي هيوقع العقد ده مع اللعيب خلاص. فكرة ان هو ياخده اعارة ده كان رغبة زد مش رغبة الاهلي على فكرة، عشان خاطر يعني ما ياخدش انتقادات من او هجوم من الجمهور الزملكاوي او مسؤولين الزمالك، لان زد رفض ان العش او محمد اسماعيل يتباعوا للزمالك في الموسم اللي فات. هو كان متمسك باللاعبين، لكن العلاقة ما بين الاهلي وزد بتسمح يعني ان الاهلي لو احتاج حاجة من زد بياخد اللعيب اللي هو محتاجه، وبرضه لو زد محتاج حاجة من الاهلي بيكون ليه الاولوية. فبالتالي فكرة الإعارة كان قرار سياسي عشان ما يحط الزد في موقف محرج مع الزمالك تحديدا، ولكن خلاص فكرة الإعلان عن شراء اللاعب رسميا دي هتتم خلال الفترة القريبة، ومش بعيد تلاقي الإعلام الأهلاوي أو يعني المنصات الرسمية للأهلي بتعلن عن مصطفى العش خلال الفترة اللي جاية كصفقة يعني جديدة، ان هو انضم رسميا للاهلي. لكن خلاص الاهلي ماشي في الاجراءات ديت، ان هو هيخلص مصطفى العش لمدة 5 سنين. بعد لمدة 5 سنين في قناعة تامة من نادي الاهلي، من ادارة لجنة تخطيط بالعش. وبرضه يعني لما الولد كان قدام كولر ولعب برضه ماتش بيراميدز واخد تقييم عالي من كولر، فبالتالي كولر ما عندوش مانع طبعا ان هو يستمر مع الاهلي. اذا مصطفى العش رسميا في الاهلي لمدة، يعني مش عايزين نقول رسميا، لكن خلينا نقول ان يعني الاهلي ماشي في كل الاجراءات ان هو ينهي الملف دوت ويكون تعاقده مع اللاعب رسميا. وعد اللاعب مع الاهلي هيكون 5 سنين. افتكروا الفيديو ده كويس، هترجعوا له بعد فترة قريبة جدا وهتقولوا كورة بوكس هنا قال لنا المعلومة ديت. انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، وما تنسوش الاشتراك في القناة، وصباحكم مساءكم زي الفل.